يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير هنا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير هنا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي ندخل نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة فيه ايه. طبعا الفيديو بتاعنا النهاردة بسيط جدا جدا. طبعا كنت جايبة قطعة بطاطس، فقلت اعرفكم عليها لان يعني معظمنا بيبقى عايز حاجة تسهل عليه. طبعا جبت قطعة بطاطس كده كان سعرها بسيط جدا جدا، فحبيت اعمل لكم بها فيديو. اللي حابب يجيبها يعرفني وهحط له لينك الجروب اللي جبت منه على الفيس في تعليق مثبت. اكتبوا لي في التعليقات، ولو لقيتكم عايزين حد طلبها وعايزها هحط لكم لينك الجروب في تعليق مثبت في نفس الفيديو ده. طبعا انا جبت قطعت البطاطس كده، فطبعا فتحتها ووريتكم بتقطع ايه الاول على العلبه. وريتكم الحاجات اللي بتقطعها: خيار، بتبشر جزر، بتعمل جزر شرايح اللي هي الرقيقه خالص اللي احنا بنعمل بها السلطه. تبشر خيار، بتقطع خيار لدواير، يعني بتقطع جزر دواير، بتقطع يعني زي ما احنا عايزين. بتعمل معانا بطاطس شيبسي، وبتعمل معانا بطاطس اصابع، وبتعمل كمان باحجام، بطاطس الاصابع باحجام. هنا اوريكم بشغلها ازاي. طبعا خدوا بالكم من طريقه التشغيل وتركيبها. وريتكم هنا بوريكم البطاطس بعد ما قطعتها. طبعا انا عملتها كذا مستوى، هي فيها البقره اللي فيها دي. انت اللي بتحددي حجم البطاطسايه انت عايزاها ايه. لو انت عايزه البطاطسايه تخينه بتعملها على رقم 1، عايزاها ارفع بتبقى 2 معاكي لحد رقم 8. لما تطلع معاكي رفيعه خلاص على حسب الحجم اللي انت عايزاه. تعمل معاكي 8 احجام من البطاطس، من اصابع البطاطس. طبعا والشيبسي برضو معاكي برضو 8 احجام من الصفر لحد رقم 8. بتعمل معاكي برضو الشيبسي على حسب انت عايزاه تخين او رقيق، انت اللي بتختاري الرقم المعين. هنا بوريكم الثلاث احجام اللي عملتهم معايا القطاعه عشان اوريهم لكم. كذا حجم، يعني سوري انا قلت 3 احجام، لا عملت معايا كذا حجم، عملت كذا حجم عشان اوريه لكم. هي زي ما قلت لكم فيها من صفر لحد رقم 8. بتعمل معاكم زي ما انتم عايزين، الحجم اللي انتم عايزينه. طبعا ابتديت اقطع كده واوريكم طريقه البطاطس. بتطلع معاكم طبعا كلها متقطعه حجم واحد وطريقه حلوه قوي قوي. طبعا على حسب الرقم اللي ظبطيه على رقم زي ما قلت لكم. 1 بتطلع صابع بتاعتها تخينه قوي، رقم 2 اقل شويه، رقم 3 اقل، لحد رقم 8 بتطلع معاكم رفيعه جدا جدا. فالافضل انا كنت عاملاها على رقم 6. طبعا ابتديت كده اوريكم البطاطس بعد ما قطعتها طالعه معايا حجم 1. وكمان بحط البطاطسيه مبتاخدش معايا ثانيتين، اقل من ثانيه. طبعا لازم هي خفيفه، مشكلتها بس في حاجه واحده، ان هي القطعه نفسها خفيفه، عايزه حد يثبتها لي وانا شغاله عليها. بس صراحه تحفه تحفه جدا جدا وحلوه قوي قوي قوي. هنا بوريكم البطاطس بعد ما خلصت معايا وقطعتها، ما خدتش معايا زي ما قلت لكم، لما جيت اقطعها ما خدتش معايا ثانيه.
زي ما انتوا شايفين كده بحط بطاطسية مبتاخدش ثانية في التقطيع. هنا جت اسيل عشان بس تثبتها لي، لان زي ما قلت لكم الجهاز خفيف، القطاعة خفيفة لانها بلاستيك، فلازم حد يثبتها عشان ما تتحركش شمال ويمين واقدر ان انا اقطعها. هي بس اليد اللي فيها دي هي قوية شوية، يعني ناشفة شوية، فهي متعبة بس شوية، يعني عايز حد قوي ان هو يقدر ورا بعضه كده تقطع في ثانية البطاطساية. بس مش يعني مش قوي يعني اسيل ممكن تقطع عليها، بس لازم حد يثبتها يعني ان هي ما تتحركش. يعني ممكن اسيل تعمل بطاطس عليها هي سهله ومسهله علينا، يعني وممكن يعملوا عليها الشيبس، يعني مسهله علينا الاولاد كمان ان هم يقدروا يقطعوا الشيبس عليها والبطاطس ويعملوها. حلوه جدا جدا وعمليه جدا جدا، حبيت اوريها لكم. طبعا انا عملت البطاطس كلها ما اخدتش معايا يعني دقيقتين بالكتير. عملت كمية كبيرة اهي، مخدتش دقيقتين معايا. خلاص خلصت البطاطس بتاعتي اهيدي. دلوقتي هندخل على الشيبسي واوريكم بتعمل الشيبسي ازاي. طبعا عملت معاكم البطاطس القصابة وعملت معاكم الشيبسي، وطبعا الحاجات دي المهمة، انا عملت معاكم الحاجات المهمة اللي احنا كلنا بنغلب فيها نعملها يعني بتاخد وقت، وفي نفس الوقت يعني بنقعد نقطع في بطاطس، تقطيع البطاطس لوحده ده بياخد وقت. والشيبسي برضو القطعة بتاعته اللي بتيجي دي اللي احنا بنعمل بيها برضو متعبة، لكن دي اقسم بالله العلي العظيم سهلة جدا وحلوة قوي قوي قوي. بوريكم طريقة التركيب اهي تاني. برفع الزرار اللي شفتوه ده برفعه لفوق وابتدي اركب عليه اللي هي هيدخل جواها البطاطساية دي، اللي هيدخل جواها البطاطساية ان هي تتقطع من ناحية تاني. بس عايزه اقول لكم ان في طريقتين لكل حاجه ليها طريقه، يعني في عندكم زرارين هوريهم لكم، دول بيتغيروا اللي هم شايفينهم فوق بعض كده زي زرارين فوق بعض، دول بيتغيروا. الشيبسي لما اجي اعمل بطاطس بيبقى شكلهم مختلف عن كده، لما اجي اعمل البطاطس الاصابع شكلهم مختلف، اجي اعمل الشيبس يبقى مختلفين، اقطع خيار يبقى مختلف، اعمل جزر مختلف، يعني كل بيتلفوا على حسب الحاجه اللي هتقطعيها. طبعا معاكي كتالوج بتترجميه على جوجل وبتعرفي طريقه استخدامها، وطريقه استخدامها هي انجليزي، المشكله بالانجليش، بس انتوا بتقدروا تترجموا من على جوجل وتستخدموها وتعرفوا طريقه استخدامها زي ما انا عملت. طبعا ابتديت كده بقطع الشيبسي زي ما انتم شايفين طالع رقيق جدا جدا. وعايزه اقول لكم تاخدوا بالكم من الزرارين دول بيتغيروا للشيبس وللبطاطس، الزرارين ان هم فوق بعض دول مش البقره قلت لكم بتعمل الحجم اللي انتوا عايزينه على حسب السمك اللي انتوا عايزينه، لكن الزرارين اللي فوقيها اتنين زي بعض كده دول اللي بيغيروا لك من سلاح لسلاح، بيغير لك سلاح الشيبسي لسلاح البطاطس لسلاح التقطيع المكعبات، يعني على حسب كل حاجه ايه اللي انت هتعمليها. هنا قطعت كميه الشيبسي زي ما انتم شايفين، ما اخدتش معايا وقت خالص كمان هقليها واوريها لكم. هنا بعد ما خلاص قليت الشيبسي بتاعي، ده قليته كان بالكباب، عملته بالكباب. عندي توابل بجيبها انا من عند العطار، بقلي الشيبسي واجيب التوابل بتاعت الشيبسيهات والفشار بجيبها من عند العطار، توابل حلوه قوي قوي بكل الاطعم، كباب، فراخ، كاتشب، طماطم، على حسب ما انتم عايزين، شطه وليمون، يعني على حسب اي طعم انتوا بتحبوه. طبعا انا بجيبها من عند العطار زي ما قلت لكم. هنا عملت اول كميه قليتها عملتها بالكباب، رشيت رشه من التوابل بتاعه الكباب وخلاص خلصت معايا. وهعمل بالشطه والليمون عشان عندي الاولاد بيحبوا الشطه والليمون جدا، هقليها وهعملها بشطه وليمون، هرش عليها التوابل. بس انا والله نسيت ان انا ارش التوابل معاكم في الفيديو، اقسم بالله نسيت خالص. هنا خلاص بعد ما رشيت التوابل وجهز معايا الشيبسي كده، ان الفيديو مش معمول يعني وصفه او اكله، انا كنت بعمله بس معاكم فيديو على الحاجه اللي بجيبها وبتطلع حلوه معايا، احب اوريها لكم. ما كنتش عامله يعني وصفه او اكله النهارده، ده حاجه بشتريها بتعجبني بقول لكم عليها تستفادوا منها، اللي حابب الحاجه دي، لان كله بيبقى يسال على الحاجه دي، هل بيشوفوها على النت هل هي كويسه ولا لا، حد جربها ولا لا. فانا لما جربتها حبيت اطلع في فيديو واقول لكم. بس فحبيت اقول لكم اللي حابب يشتريها يشتريها، هي حلوه جدا جدا جدا. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير وفي سبسكرايب وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه، وكملوا فيديوهات للاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.